يحصل من عبد لعبد. فمن الممكن أن يوجد طاغ يشهد الناس له بأنه لا قوي سواه، وأنه لا أمر دون أمره، ويعطونه الأوصاف التي تكون لله، كما فعل مع فرعون القديم والفراعنة الحديثين. وقد يأتي عبد لعبد ليقف أمامه خاضعا ذليلا، وربما انحنى، وربما سجد بين يديه قربانا له وإعلانا للولاء، وربما جاء إنسان بشيء من ماله فقدمه هدية إلى أصحاب الشأن كما يقدم الزكاة للغير. وربما يأتي عبد ليحج إلى بيت عبد ويسجل اسمه في سجل التشريفات إعلانا للولاء، كما يذهب المؤمن إلى